السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة للأسف معنا خبر محزن جدا، هو وفاة الملاك الصغير، وفاة الطالبة رانيا علي محمد. ورانيا علي محمد حوالي عندها 6 سنين، وهي في الصف الأول الابتدائي، وماتت نتيجة الضرب والخوف على يد معلمتها. ووالدتها حاليا في حالة غيبوبة في إحدى مستشفيات بغداد بعد ما عرفت خبر وفاة بنتها رانيا. مش معقول اللي بيحصل في العراق ده يا جماعة، كل يوم والتاني بتحصل مصيبة أسوأ من اللي قبلها. ربنا يصبر أهل العراق، ويصبر عرسان الحمدانية، ويصبر والدة الطالبة رانيا، الله يرحمها. وده في الأول والآخر قدر وقضاء ربنا. ربنا يصبرهم ويصبر كل أهل العراق، وربنا يصبر قلب أم الطالبة رانيا، ويقومها من الغيبوبة دي على خير، ويصبر قلبها على فراق بنتها. وخبر وفاة الطفلة رانيا قلب مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد نزول الخبر، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة المدرسة بتاعت الطالبة رانيا واللي كانت سبب في وفاتها، وإن لازم الموضوع ما يعديش بالسهولة دي عشان ما يتكررش تاني، ولازم كمان يكون في عقاب للمتسبب أو للي كان السبب في الكارثة دي. ربنا يرحم الطفلة رانيا ويصبر والدتها وأهلها.